السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. بإذن الله هناخد في سيكشن النهاردة الكودينج، وهنشتغل على الكوبلوكس. احنا قلنا ان المنصة بتديني 3 لغات برمجة. بتديني ان انا اكتب بالسكريبت الجافا سكريبت، بتديني ان انا ممكن اكتب بالبايثون، وكمان بتديني بلوكس جاهزة انا ببتدي ان انا استخدمها واعدل في الخصائص بتاعتها بما يتناسب مع اي بروجكت عندي. فاحنا ان شاء الله هنبدأ نشتغل على الكوبلوكس. مجرد ما بضغط عليها بتديني كذا كاتيجوريز، يعني فئات كده. هي مقسمها للترانسفورم للانتقالات، مقسم جزء خاص بالكودينج بالاكشن بالاحداث بالايفنت بالكنترول بالاوبريت اللي هي العمليات الرياضيه، بالايتمز بالداتا بالفانكشن. هنفهم الكلام ده مع بعض ان شاء الله. هحاول على قد ما اقدر ان انا اغطي بعض الاكواد، ولكن مش هقدر ان انا اخدهم كلهم. ففي بعض الاكواد هسيبها لكم انتوا تجربوها، وبعض الاكواد برضو هنفهمها اكتر لما نفتح اي بروجكت جاهز من الجاليري ونبتدي ان احنا نشوف الفكرة بتاعته. يعني نعمل له بلاي الاول، نشغله ونبتدي ان احنا نتعامل معاه، ولو الفكرة بتاعته عجبتنا نعمل له ريميكس ونبتدي ندخل عليه ونشوف الكودينج بتاعته شغالة ازاي، يعني نفهم الفكرة هو عمل البروجكت ده ازاي. نمشي تسلسل كده مع الكودينج. بعد ما نفهم سيكشن النهارده ان شاء الله هنمشي مع الكودينج، يعني نفهم الاكواد متسلسله ازاي. هيعمق معايا فكره ان انا اكون فاهم الاكواد اكتر، وان الكود ده ممكن اوظفه مع ده، ممكن هو يفتح لي افكار جديده ما كانتش في دماغي. فبدايه كده ان شاء الله نبدا مع بعض ونسمي الله. طبعا ده بروجكت فاضي او سين فاضي خالص، مشهد مفهوش اي حاجة. فانا هبتدي ان انا اضيف اي اوبجكت عندي علشان ابتدي ان انا اطبق عليه او افهم الكودينج بيشتغل ازاي. انا ضفت اوبجكت لبنت، هبتدي ان انا اكبرها. طب انا اول ما ضغطت على البنوتة دي، طبعا احنا شرحنا الحاجات دي السكشن اللي فات، ان انا اقدر ان انا اكبرها واصغرها والفها ازاي وارجعها مكانها. فالكلام ده كله نرجع ليه للفيديو اللي فات. نضغط على الترانسفورم، دي خاصة بالانتقالات. دي مجموعة اكواد، يعني عشان بس نفهم الفكرة سريعا. دي مجموعة الاكواد الخاصة بالترانسفورم لو مديهيلي بلون الازرق. طب لو نزلت شوية ووصلت لي اللون اللي هو الموف ده، يبقى دي خاصة بالاكشن. نزلت شوية تحت هنوصل للكاتيجوري الخاصة بالايفنت، الخاصة بالاحداث. ننزل شوية وصلنا للون الاورنج ده، يبقى دي خاصة بالكنترول، وهكذا. هو مقسمهالي الوان علشان برضو تكون فاهمين احنا بنستخدم ايه بالظبط. طب هو هنا في اول كود بيقول لي ده هيبقى خاص بالموف، بالتحريك، يعني تحريك الاوبجكت ده او تحريك الايتم ده، تحريك العنصر ده هيتحرك. هو بيقول لي هنا ان انا مجرد بس ما اختار الكود ده يبقى انا عايزه الايتم ده يتحرك. وطبعا هختار الايتم اللي انا عايزاه، لان طبعا البروجكت بتاعي بيبقى فيه اكتر من اوبجكت وبيبقى فيه اكتر من ايتم. فانا بحدد الحاجه المعينه اللي انا عايزه احركها. بيقول لي تحركيها لمده كام متر، يعني بحدد عدد امتار معين، عدد امتار معين في اتجاه ايه، الاتجاه بتاعي اللي انا عايزاه في كام ثانية. يعني يتحرك مثلا مترين في مثلا في 3 ثواني. طب انا بسحب الكود ازاي، او ببتدي دي المنطقة بتاعتي، يعني دي المنطقة بتاعتي اللي هيمشي فيها، اللي هو لما يجي يبدأ البروجكت بتاعي هيبتدي ينفذ كود ورا الكود. يبتدي ينفذ الكود الاول، وبعد ما يخلصه يبتدي ينتقل لتنفيذ الكود التاني اللي وراه، وهكذا. طب لو جيت وقفت، بس انا دلوقتي بوريكم بس الكود، يعني انا واقفه عليه. بنفهم الفكره بتاعته. طب الكود التاني اللي بعديه بيقول لي موف، ان هو برضو بيحرك الايتم المعين ده على بيس. يعني ايه؟ يعني على مسار معين، على مسار معين. وابتدي اختار ايه المسار اللي انا عايزاه ان هو يمشي عليه، والاتجاه بتاعي برضو، وفي كام ثانيه.
يعني الكود الاولاني ان انا بختاره ان هو يمشي عدد امتار معين في اتجاه معين، لكن التاني لا، انا ببقى رسماله مثلا مسار معين يمشي عليه. طب خلينا كده نرسم له مسار معين. طب انا مش عارفه اجيب المسار ده منين، ممكن من السيرش ابتدي اكتب بيس واضغط انتر، يديني دي اشكال مسار. ممكن نختار مثلا الشكل ده ونبتدي ان احنا نعدل فيه من النقط الزرقاء دي لما اضغط عليها واوسعها. وليكن مثلا يعني انا عايزه ان البنوته دي تبتدي تمشي على المسار ده. اعمل الكلام ده ازاي؟ هبتدي اسحب الكود الخاص، هي بس من دراج اند دروب، يعني بضغط على الكود اللي انا عايزاه واسحبه للمنطقه بتاعتي. هو بيقول لي هنا اللي هي ال الكود اللي هو الاورنج اللي ظهر معايا على طول وهيظهر معايا في اي بروجكت، بيقول لي وين بلاي كليكت، يعني ايه لما اجي اعمل بلاي للمشروع بتاعي. لما اجي اعمل بلاي للمشروع بتاعي ايه اللي يظهر؟ اول كود هيتنفذ معايا هو اول حاجه هتتحط معايا. طب اول ما بعمل بلاي للبروجكت ده ايه اللي هيحصل؟ موف، ان انا عايزه احرك. عايزه تحركي ايه؟ لما اضغط هنا بيظهر لي كل الايتمز اللي موجوده عندي على الستيج بتاعتي، على مساحه العمل. طب انا مش ظاهر عندي غير المسار. ليه؟ قلتها المره اللي فاتت ان انا لازم اي اوبجكت اضيفه اضغط عليه رايت كليك واروح اضغط على الكود وافتح الكود بلوكس بتاعه عشان يظهر معايا في الكود. تعالوا نرجع تاني هنا، هلاقيه ظهر معايا الكاستل جيرل، ودي متسمية كاستل جيرل. طب ينفع ان انا اسمي اغير الاسم البرمجي بتاعها او رايت كليك عليها وابتدي ان انا اغير الكاستل جيرل دي واسميها اي اسم انا عايزاه. ده الاسم البرمجي بتاعها اللي هيظهر معايا في الكود في الجزء الخاص بتاعي بتاع الكود. فانا هسيبها زي ما هي. هقول ان انا عايزه احرك البنت دي على المسار اللي هو ظاهر معايا بيه سكوير بيس. هسيبها على نفس المسار. عايزاها متجهه للامام ولا للباكورد، متجهه للخلف؟ فانا هسيبها متجهه للامام لمده 5 ثواني. تعالوا نعمل بلاي كده ونشوف ايه اللي هيحصل. بمجرد ما ضغطت بلاي هي اتحركت، بس انا طبعا المشهد كله مش ظاهر معايا. ده هيرجع لايه؟ لان الكاميرا مش متظبطه. فهبتدي ان انا ارجع باك بالسهم ده للمشروع بتاعي، وابتدي ان انا اسحب الكاميرا بتاعتي لورا شويه واخليها في الاتجاه بتاع البنوته عشان تظهر معايا ايه كامله. ممكن ارجعها ورا كمان. يعني تظبيط الكاميرا ده ببتدي ان انا اظبطها واعمل بلاي واشوف المشهد ظبط معايا ولا لا، لحد ما المشهد يكون ظبط معايا من الزاويه اللي انا عايزاها، يبقى كده اثبت الكاميرا في المكان ده. تعالوا نعمل بلاي. ظهرت معايا ان انا اول ما ضغطت بلاي، اول ما عملت بلاي، ان البنوته دي ابتدت تتحرك على مسار معين وبعد كده وقفت ستوب. لو انا عايزاها تمشي عدد امتار معين ابتدي اختار الكود الايه الاولاني. طب هنا بيقول لي تيرن ان الايتم اللي انت هتختاريه هيلف يا اما مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه بزاويه مثلا 180 او 360 270، الزاويه اللي انت عايزاها في عدد ثواني معين. نبتدي مثلا نجرب الحاجه دي. طب الحاجة اللي بعدها ان انا ممكن ان الايتم بتاعي ده يلف برضو مع عقارب الساعة باتجاه بزاوية معينة، بس بعدد امتار معين. يعني انا هخليه برضو ان هو يلف بعدد امتار معين لمدة عدد من الثواني. عندي حاجة كمان خاصة بالسكيل. السكيل دي احنا قلناها الحجم، ان انا اقدر ان انا اكبر حجم الايتم ده بنسبة معينة في عدد ثواني معين. طب تعالوا نجرب مثلا بتاعت السكيل دي. عايزة اكبر حجم البنوتة مثلا ب3 لمدة ثانية. يعني المفروض انها بعد ما تتحرك حجمها يكبر، او يعني السايز بتاعها يكبر. هنعمل بلاي. هي دلوقتي بتتحرك على المسار اللي انا رسمه لها، وبعد كده حجمها زاد بنسبة 3.
طب انا يعني خلاص جربت الكود ده ومش محتاجاه، مجرد بس ما اقف عليه بالشكل ده بيظهر معايا 3 نقط. ممكن ان انا اعمله دوبليكيت لو انا محتاجه نفس الكود في مكان تاني، اعمله دوبليكيت يعني اخده نسخه طبق الاصل وابتدي ان انا اسحبه في المكان اللي انا عايزاه، او كوبي عادي، نسخ عادي. ممكن ان انا اعمله سيف از ايمج، يعني ايه؟ يعني كود معين بعد ما انا كتبته ممكن ان انا ابتدي احفظه كبلوكس، يعني ينزل معايا في مجموعة الكاتيجوري اللي موجودة عندي دي، يبقى حاجة جاهزة بالنسبة لي ارجع استخدمها تاني بدل ما ارجع اكتب الكودينج مرة تانية. وهنفهم الكلام ده قدام شوية لما ناخد الاف وناخد الفانكشن وناخد الحاجات اتقل شوية من الحاجات دي. بيست طبعا عادي، لو انا مفعله امر الكوبي هيفعل معايا امر البيست. disabled يعني ايه؟ يعني الكود موجود بس انا معطلاه. يعني ايه؟ يعني بشوف بشوف الاكواد بتاعتي كلها بدون ما الكود ده يكون متفعل معايا. طب لو انا محتاجاه تاني برجع افعله تاني بدل ما احذفه، لكن ريموف انا هحذفه تماما. يعني ممكن ان انا اعطله، فهو كده لما انا هعمل بلاي هو هينفذ الكود الاولاني بس التاني ده متعطل. طب لو انا عايزه ارجعه تاني هعمل enable عادي. طب انا دلوقتي مش محتاجاه خالص يبقى هعمل ريموف. ده مع اي كودنج احنا نقدر ان احنا ايه نحطه. هنرجع تاني. هنا بيقول لي stop transition off، يعني ان انا ممكن اوقف اي انتقال انا عاملاه على الايتم ده. طب الروتيشن اللي هي الدوران، ممكن ان انا اخلي الايتم ده يبص الايتم معين. يعني ايه يبص الايتم معين؟ تعالى ننفذ الكود ده. ممكن ان انا اضيف شخصية تانية، وليكن خلينا نضيف البنت دي، نكبر برضو ونلفها شوية. طب انا عايزة وليكن البنوتة دي مثلا تبقى هي بدايتها هنا وتكون باصة كده، وبعدين بعد ما تخلص مثلا اللي هي المسار اللي هي ماشية عليه تروح باصة الاتنين يبصوا لبعض، البنوتين يبصوا لبعض. طب انا دلوقتي لازم افتح الكودينج الخاص بي اللي هي فانسي جيرل، افتح البلوكس بتاعها عشان تظهر معايا جوه. طب انا دلوقتي عايزه مين اللي يبص لمين؟ عايزه البنوته اللي هي الكاستل جيرل دي بعد ما تخلص لف على المسار هي اللي تبص لي الفانسي جيرل. يبقى انا هختار الكاستل جيرل الاول وهي اللي تبص لي الفانسي جيرل. تعالوا نعمل بلاي كده. اول ما هتخلص هتروح بصلها على طول. طب ايه كمان اقدر ان انا اعمله؟ ده لو انا عايزه اخلي شخصيتين يبصوا مثلا لبعض، دي برضو حاجه خاصه بالسكيل، بان انا بزود برضو السكيل بتاع ده بنسبه معينه. بس هنا شال لي الايه، شال لي التايم اللي كان موجود فوق. طب ده كده مجموعه البلوكس الخاصه بالترانزيشن. لو دخلت على مجموعه البلوكس الخاصه بالاكشن بحدث معين، تعمل حدث معين، ان انا عايزاه هتعمل الاوبجكت ده عايزاه يعمل انيميشن معين. يعني تعالوا نجرب ده. بعد مثلا ما تلفلها ممكن نخلي الكاستل جيرل دي تعمل لها مثلا انيميشن معين زي ويف، ان هي يعني كأنها بتقول لها ازيك، بتلوح بايديها كأنها بتقول لها ازيك. ده هي هتعمل انيميشن، يعني هتعمل حركة معينة اللي هي بس هتعمل بايديها. طب لو عايزة تقول كلام معين، لو عايزة تقول كلام ممكن تقول لها اي كلام. يعني الايتم اللي انا هختاره سي هيقول هاي، هيقول هاي، وهاي دي اقدر ان انا اغيرها باي كلام انا عايزاه. طب البلوكس اللي بعدها ان انا اقدر اقول كلام معين لمدة معينة. طب لو انا اخترت البلوكس الاولاني هي هتفضل طول السين طول المشهد بتاعي بتقول هاي. لكن لو انا اخترت البلوكس اللي بعديه، لو انا اخترت انها تقول هاي لمدة ثانيتين هي هتقول كلام لمدة ثانيتين ويختفي. وده افضل علشان اخلي فيه حوار بين مثلا الشخصيتين. فاقدر ان انا اضيف البلوكس ده
بعد ما هتبص لها وتعمل لها ويف بايديها، ممكن اخليها اللي هي الكاستل جيرل بتقول، ممكن اقدر في الجزء ده اكتب بالعربي، ممكن اخليها تقول مثلا كلمة اهلا وسهلا، اقول لها مثلا ازيك يا سارة. طبعا انا يعني الكود اللي قدامي بحاول ان انا اطبقه على اي فكرة تيجي في دماغي، لان انا مفيش سيناريو معين في دماغي، لكن احنا ان شاء الله وقت ما هنبدأ تصميم هيبقى احنا عاملين سيناريو معين لبروجكت محدد، يعني احنا عايزين ان احنا ننفذه، وبناء عليها تبقى فيه افكار، احنا بس بنفهم فكرة ايه الاكواد اللي متاحة عندي ان انا اعملها او ان انا انفذها في البروجكت بتاعي. فانا بقول لها اهلا وسهلا ازيك يا ساره، والكلام دوت هيظهر معايا لمده مثلا سنتين. ممكن اخليها برضو تاني ان انا اخلي الشخصيه التانية ترد عليها اللي هي الفانسي جيرل، ممكن اخليها تقول لها مثلا الحمد لله، مثلا الحمد لله بخير، او بخير والحمد لله، لمده سنتين. تعالوا نعمل بلاي. هي اول ما عملت بلاي للبروجكت بتاعي، اول حاجة انها لفت على اتحركت على المسار، بعد كده تاني حاجة انها بصت لها، وبعد كده قعدت تلوح بايديها كأنها بتقول لها ازيك، وظهر معايا الكلام اللي هو ازيك يا سارة، والتانية بعد ما ده اختفى ردت عليها. طب لو انا عايزة اعمل يعني تاني، يعني اعيد المشهد تاني، هتقف هتلوح بايديها تقول لها اهلا وسهلا ازيك يا سارة، هتقول لها الحمد لله بخير. طب هي هتفضل تعمل كده بايديها؟ لا طبعا انا ممكن اوقف الانيميشن ده، وهنعرف مع بعض في كود دلوقتي برضو، يعني بعد ما اعمل حركة معينة او انيميشن معين اقدر ان انا اوقف الانيميشن ده. نرجع تاني للاكشن، قلت السي السينك برضو هي نفس الكلام، يعني انا لو بسأل مثلا سؤال معين وعايزاها تديني احساس انها بتفكر، هيظهر لي البابلز اللي هي بتاعت التفكير دي، هياها بالظبط نفس الكلام، او ان انا يعني الكلام اللي انا بفكر فيه ده اقوله لعدد معين من الثواني. طب هنا بيقولي تقدري ان انت تغيري الكالر بتاع الايتم ده للون تاني، يعني ممكن في لعبة مثلا معينة عندي عاملة مثلا باتون لونه اخضر، والمفروض ان هو لما يحصل حاجة او لما الطالب مثلا يجاوب اجابة صح، او لما يجي يضغط على الباتون ده مرة تانية يتغير من اللون اللي كان فيه للون احمر. دي فكرة، يعني ممكن انا استخدم ان الكالر او اللون يتغير من لون للون. طب دي خاصة بالشفافية بتاعتي بالاوبستي، ان الايتم بتاعي او الاوبجكت بتاعي الشفافية بتاعته 100%، اقدر ان انا اخليها مثلا النسبة اللي انا عايزاها، بناء على ايه؟ بناء مثلا على زي ما بنشوف مثلا ان احنا بيبقى فيه لعبة معينة بيبقى فيها اكتر من مستوى، بيبقى فيها الليفل الاولاني والليفل التاني والليفل التالت، الليفل التاني بيبقى الشفافية بتاعته قليلة، والليفل التالت وهكذا برضو تبقى الشفافية بتاعته قليلة، واللي انا واقفة عليه بس هو اللي بيبقى الاوبسيتي بتاعته مثلا 100%، يعني بخلي الليفل الاولاني الاوبسيتي بتاعته 100%، وبخلي التاني اقل شوية والتالت اقل شوية. ليه؟ لانهم لسه مقفولين لحد ما اوصل لهم. دي كلها ممكن مجموعة افكار نطبقها في الاوبستي، او خلينا مثلا نطبق الحاجة دي، ان بعد ما تقول الكلام ده الكاستل جيرل تكون مثلا الاوبستي بتاعتها خلينا نعملها 50. وطبعا حاجات يعني هي مش مترابطة ببعض، افكار كلها مش مترابطة ببعض، بس احنا بس بنشوف الايه الكود ده بيتطبق ازاي، اللي هي وصلت الشفافية بتاعتها بقت ايه 50%. طبعا انا مش محتاجة الكود ده، ممكن احنا نعمله ريموف او disable، يعني هو مش هيتطبق معايا، هو موجود في البلوكس بتاعتي بس مش هيتطبق معايا لما اعمل بلاي للبروجكت بتاعي. في كمان حاجة اسمها
show info panel with title، يعني هو بيظهر لي بانل دي هيكون ليها عنوان، هحط عنوان ليها هنا وليكن مثلا ممكن نقول هيا بنا نلعب مثلا. هيا بنا نلعب مثلا لعبة الأسئلة. ده العنوان. طب ايه التكست اللي انت هتكتبيه؟ نكتب مثلا نكتب لها مثلا أسئلة توضحي لها بقى ايه التكست اللي انت عايز تكتبيه. أسئلة عن مثلا درس الألعاب التعليمية. دي هتظهر في شكل بانل. طب لو انت عايزة البانل دي جنب التكست يظهر صورة، يظهر ايمج، هو طبعا بيقول لي نو ايمج. طب لو انا عايزة اضيف صورة لازم هروح اعمل ابلود، احمل اي صورة عندي الاول تكون موجودة على يعني تنزل عندي في اللايبراري بتاعتي، وبعد كده تظهر معايا داخل داخل البلوكس. نعمل ابلود، او ممكن طبعا انا اجيب اي صورة من على اعمل سيرش في اي ويب، في اي متصفح عندي. ممكن نضيف مثلا الصورة دي. مجرد ما تضاف معايا هيجي هنا اضغط، هيقول لي ان انت عندك صورة باسم 2 جي بي جي. مجرد ما اضغط عليها يبقى دي الصورة دي هتظهر معايا. نزل الابلود ده لتحت. تعالي نعمل بلاي. ده شكل البانل اللي بتظهر. دي شكل البانل اللي بتظهر، بتوقف الشاشة. ده لو انا مثلا عايزة اديله معلومة، اقول له احنا ناويين نعمل ايه، ناويين نتعلم ايه، حاجة بس هو بيقرأها. يعني نخلي بالنا ان البانل دي انا بديله فيها معلومات، ممكن احط فيها صورة وممكن الصورة دي ما تكونش موجودة. وده العنوان، وده الايه التكست اللي انا عايزة اكتبه. وممكن طبعا اكتب تكست اكتر من كده. دي خاصة بالايه البانل دي. تعالوا نشوف بلوكس تاني. دي خاصة بقى بالكويز. لو انا عايزة اعمل اختبار معين، بيقول لي ان انت هتظهري له الكويز بانل، ايه الكويشن او ايه السؤال اللي انت عايزة تسأليه، والانسر الاولى، الاجابة الاولى والاجابة التانية، وايه الكوريكت انسر، ايه الاجابة الصح، ايه الاجابة الاولى ولا الاجابة التانية، وين كوريكت لما يجاوب صح ايه اللي عايزاه يحصل، ايه الحدث اللي انت عايزاه يحصل، وين انكوريكت يعني لما يجاوب غلط ايه اللي انت عايزاه يحصل. وكمان هل يعني انا هم مديني بيست اجابتين، قال لي انت ممكن تزودي انسر من لما نضغط على العلامه اللي هي الخاصه بالسيتنج دي، ممكن اضيف اد انسر. ولو انا مش محتاجه الاد انسر دي بضغط عليها واعمل ريموف. اتفقنا؟ تعال نحط اي سؤال. ممكن نساله مثلا سؤال هل الالعاب التعليميه تشبه محفزات الالعاب؟ ده مجرد سؤال. ممكن ان انا اخلي نعم يعني يجاوب كلمة نعم او لا. طب الاجابة الصحيحة بتاعتي ايه؟ لا. انا الكوريكت انسر بتاعتي هي الاجابة التانية اللي هي لا، اعمل عليها قدام علامة صح. وين كوريكت انت لما هو عايزاه لما يجاوب اجابة الصح، لما يجاوب الاجابة رقم 2 ايه الحدث اللي يحصل، ولما يجاوب الاجابة انكوريكت ايه الحدث اللي يحصل. ممكن بقى ان انا اركب اي كود هنا، يعني ان انا هسحب اي كود احطه في المنطقة دي. وليكن مثلا تعالوا نقول بلاي ساوند، ان انا عايزة صوت يظهر. شفتوا انا بسحبه فين، بحطه في الوين كوريكت. وين كوريكت لما يجاوب اجابة صحيحة بلاي ساوند، شغل له صوت. طب ايه الصوت اللي انا هشغله؟ مفيش اصوات. يبقى انا يا اما هعمل ابلود، يا اما ان انا احمل صوت. هنروح للساوند،
يا اما ان انا احمل صوت موجود عندي على الجهاز او ان انا اعمل ريكورد. تعالوا نعمل ريكورد سريعا، واقول له مثلا فيها اجابة صحيحة، احسنت عزيزي الطالب، واعمل ستوب واسجل واحفظه ان دي اجابة صحيحة، واقول له سيف. ممكن طبعا نسمع واقول له سيف. تعالوا هنا لما نقول بلاي ساوند هنلاقي ظهر عندي الساوند اللي موجود عندي في اللايبراري الإجابة الصحيحة. طب هينتظر لحد ما يخلص، يعني ينتظر لحد ما يخلص فولس ولا ترو؟ ينتظر لحد ما الصوت ده يخلص. طب وين incorrect لما يجاوب غلط، ممكن برضو ان انا اضيف له ساوند، او ان انا ممكن اخد دي يعني اقف عليها الكود ده بس بالذات واعمل له دبليكيت واسحبه تحت في الانكوريكت. طب خلوا بالكم ان انا لو انا عايزه احذف يعني اما على الثلاث نقط وريموف، يا اما ان انا اخد الكوبلوكس ده. خلي بالنا ان احنا دلوقتي هو بياخدها مجموعه واحده عشان انا ضغط عليه كله، لكن انا لو عايزه دي بس هضغط على دي بس. شفتوا الباسكت اللي ظهر؟ يا اما ان انا يعني اسيبه للباسكت، يا اما ان انا على الثلاث نقط واعمل ريموف. دي طريقه تانية ان انا اقدر ان انا احذف بيها الكود. طب انا هنا لو قلت ان هو جاوب الاجابه الصح اللي هي رقم 2 هقول له اجابه صحيحه، او ممكن ان انا اسجل ريكورد تاني اجابه خاطئه عزيزي الطالب، حاول مره اخرى، واعمل ستوب واكتب هنا اجابه خاطئه. واعمل سيف، هتظهر معايا، وبعد كده اغير الساوند ده لاجابه خاطئه وبرضو ينتظر. تعالوا نعمل بلاي. طب علشان وقت بس الفيديو ممكن اجي على دي اعمل لها disable كل الحاجات دي كده، عشان لما يبتدي البروجكت بتاعي ما يبتديش بيهم كلهم. انا ما يعني خلاص الحاجات دي احنا جربناها وفهمنا بتتعمل ازاي، ودي كمان انا مش عايزاها. يبقى اول ما هيبتدي البروجكت بتاعي هيظهر لي البانل، وبعد كده هيظهر الكويز. اول ما ظهر لي البانل اللي فيها مثلا انا بوضح له فيها احنا بنعمل ايه، ولا دي عباره مثلا عن لعبه، لا دي عباره عن قصه، طب دي احنا مثلا هنشرح فيها درس كذا، بديله شويه تعليمات. بعد كده هنقفل الكويز دي، هيظهر ده شكل البانل اللي فيها السؤال. بيسألني سؤال بيقول لي السؤال بتاعي المفروض انا اجاوب نعم او لا. تعالوا مثلا لو جاوبت لا وضغطت السهم ده إجابة صحيحة، أحسنت عزيزي الطالب، ظهر معايا الساوند اللي أنا قلته لما جاوب إجابة صح. طب تعالوا لما يجاوب إجابة غلط، نعم كده هو عمل له إن دي علامة إن الإجابة دي غلط. اداله التعزيز او اداله الصوت اللي انا قلت ان هو يديهوله هو غلط. طبعا مش شرط ساوند، يعني مش شرط، ممكن ان انا اشغله، ممكن ان انا اخليه يشغل لي فيديو معين. يعني بعد ما نخلص الكويز دي عندي في الساوند في بلاي ساوند وعندي ستوب ساوند، ممكن انا اشغل له فيديو معين نظرا مثلا ان هو ما ركزش في النقطه دي وانا بشرحها، فممكن اديله فيديو، ممكن بلاي فيديو او باس فيديو او ستوب فيديو. ممكن ان انا ما اديهوش فيديو، ممكن ان انا انقله لمشهد معين لسين معين، وهنفهم ازاي ان انا اتنقل من المشهد الاولاني اللي انا فيه لمشهد تاني. ممكن كمان ان انا اخلي ان انا اوجه الكاميرا على مكان تاني، يعني اعمل اي حاجه لما وين كوريكت او وين انكوريكت، لما يجاوب اجابه صح او يجاوب اجابه غلط. يعني اكتر من فكره ممكن ان انا اعملها. طب في عندي بعد الكويز بانل دي حاجه تانية اللي هي خاصه بالتشويس، دي بتفرق عن دي. تعالوا نشوفها ونخلي بالنا كويس قوي يا سنه رابعه ان وانا بسحب، يعني شفتوا الحاجات ازاي.
انا لما سحبت البلوكس ده جوه الوين كوريكت، وسحبت البلاي ساوند ده جوه الوين انكوريكت. دي انا سحبتها بره، يعني محدش يجي لو انت سحبتيها غلط وحطيتيها هنا، هتلاقي ان الكود ده هيتنفذ مع الانكوريكت لما يجاوب اجابه غلط. لكن انا البلوكس ده انا سحباه تحت، يعني لازم اكون خلصت دي الاولى اللي هي البانل الاولى، دي خلصت دي، وبعد كده دي البانل التانية لوحدها. يعني بعد ما يخلص البانل الكاملة دي يبتدي ينفذ البانل اللي بعدها. خلي بالنا كويس جدا 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 واحنا بنسحب البلوكس. طب لو انا جيت مثلا عايزه اسحب بلوكس بعد البانل دي، عادي خالص مفيش اي مشكله، ممكن انا اسحبها كده واحطها في المكان اللي انا عايزاه. يبقى دي بعد دي، وبعد كده ارحل البانل التانية. طب نفهم البانل دي بتقولي ايه. بتقولي ان برضو انت هتحطي سؤال وهيبقى فيه اكتر من انسر، ممكن انت تحطي مثلا 4 اختيارات. لما يجاوب الإجابة الأولى إيه اللي يحصل، لما يجاوب الإجابة التانية إيه اللي يحصل، لما يجاوب الإجابة التالتة مثلا ممكن أضيف هنا أنسر تاني، ممكن أضيف مثلا أنسر تالت رابع، يعني ممكن أخلي سؤال وعليه 4 إجابات. ولما عايزاه يجاوب الإجابة الأولى اقول له مثلا اظهر له حاجه معينه، اشغل له صوت، انقله لمشهد معين، اي بقى اي ايفنت او اي حدث انا عايزه اعمله في الوقت ده. يعني الفرق ما بين البانل دي والبانل دي ان انا كل اختيار هو بيختاره ممكن اظهر له عليها حاجه معينه، لكن هنا انا عندي اجابه صح وعندي اجابه غلط. لما يجاوب الاجابه الصح اعمل له ايه، ولما يجاوب الاجابه الغلط اعمل له ايه. حتى لو 4 اختيارات عندي، انا عندي اجابه واحده صح وعندي اجابه واحده غلط، فلما يجاوب الصح اعمل له ايه ولما يجاوب الغلط اعمل له ايه. لكن هنا لما يجاوب اي اجابه من الاربعه او اي اجابه من الخمسه اعمل له ايه. مش شرط اجابه، احنا ممكن نستخدمها إيه، في اتجاهات. يعني ممكن ان انا استخدمها كباتون معين، كأزرار معينة. لما يضغط على الزر الأولاني ده أوديه فين؟ يعني مثلا مش شرط سؤال، يعني ممكن أقول له اختار المستوى الذي تريده. تمام كده. ممكن اجي هنا اكتب له المستوى الاول، ان ده المستوى الاول، ده باتون لما يضغط عليه المفروض ان ده المستوى الاول، وده مثلا المستوى التاني، وده التالت، وده الرابع. طب لما يضغط هنا يروح فين؟ مثلا عايزاه اوديه لمشهد معين، عندي هنا بلوكس اسمه ان هو يوديني لسين معين. طب انا مش لاقياه، ممكن اعمل في السيرش مثلا جو تو سين، اهي ظهر معايا على طول. يعني من الحلو كمان ان انا لو مش عارفه عايزه مثلا الاقي الفيديو، تروحي كاتبه فيديو تكتبي ساوند، هو بيساعدك. فجو تو سين مثلا ان هو يروح للمشهد. طب انا هاجي اختار المشاهد، ما عنديش مشاهد، اعمل مشهد جديد منين؟ اجي اعمل مشهد جديد من هنا، اقول نيو سين، واختار طبعا المشهد التاني هختاره ام بي تي سين عادي، ده كده المشهد التاني بتاعي. ارجع للمشهد الاولاني وارجع ليه هنا البلوكس بتاعتي، واكتب ان انا عايزاه لما يضغط على الباتون الخاص بالمستوى الاول يروح للسين التاني، المشهد التاني. تعالوا نجرب كده، نعمل بلاي. ظهر معايا البانل الاولى، بعد كده ظهر معايا مثلا بقول له اختار المستوى اللي انت عايزه، ودي كلها بالنسبه لي باتون مش بالنسبه لي اسئله. انا لما يضغط ده اعمل له ايه؟ لو ضغطت على المستوى الاول وداني للسين رقم 2، المشهد رقم 2، وداني للمشهد رقم 2. يبقى ده ممكن ان انا استخدمه كاسئله عادي، لو عايزه اعمل له اختبار او اعمل له مجموعه اسئله بعد ما شرحت له مجموعه مهارات مثلا او درس معين، او ان انا استخدمها كباتون معينه. يعني دي من ضمن الافكار. ومش شرط ان انا اوظف الكود بالمثال اللي انا بقوله، احنا ممكن نوظف الكود بامثله كتيره جدا بناء على البروجكت اللي انا عايزه انفذه او اطبقه. احنا شرحنا البانل دي والبانل دي ودي.
طب في حاجة اسمها هنا set text off، يعني ان انا مثلا بغير التكست ده لحاجة تانية، او بعين التكست ده لتكست تاني. طب هنا ازاي اصلا اضيف تكست داخل البروجكت بتاعي؟ ازاي ان انا اضيف تكست داخل البروجكت بتاعي؟ تعالي كده من اللايبراري بتاعتي في السيرش واكتبي تكست عشان تجيبها لك اسرع يعني. انتر، دي تكست، نسحب تكست كده ونكبره. طب انا لو عايزه اغير اللي هي الكلمه اللي هي بتاعت اي بي سي وعايزه اكتب تكست معين، ممكن بضغط رايت كليك واضغط على تكست واحذف الاي بي سي واكتب اللي انا عايزاه، وليكن ممكن نكتب ليفل 1 واضغط انتر. نخلي بالنا بس من عدد الحروف اللي هو مديهالي، ان انا اكتب 30 يعني ما ازودش عن 30. ده كده انا عندي تكست. لو انا جيت مثلا قلت الاوبشن خلينا نعمل دي disable ونضيف اللي هي الست تكست. شفتوا انا وانا بسحبها سحبتها فوق في البانل اللي فوق، هنزلها تحت هيظهر عندي. طبعا هو مش ظاهر لان انا مفتحتش البلوكس بتاعته. هاجي افتح هنا هيظهر معايا، هنقفل بس دي الاول، هيجي يظهر معايا ال 3D تكست. ونخلي بالنا من المسميات لان احنا لما هنكبر البروجكت وهنعمل مشاهد كتيره الكلام معايا يعني مش هعرف هو ده النص اللي كان مكتوب عليه 3D تكست ولا ايه. فنخلي بالنا ان احنا نروح نغير الاسم البرمجي بتاعه من هنا، او لو انا مثلا هفضل حافظاه يبقى سيبه زي ما هو. عايزه تغيري التكست ده لايه؟ عايزه تغيري التكست ده لايه؟ يعني مثلا هو ممكن نقول له، خلينا نقول عايزه مثلا احوله لكلمه المستوى الاول، وده طبعا على حسب بقى ايه نوظف الفكره دي ازاي. خلينا برضو نعمل على ده disabled عشان الوقت ونعمل play. هيظهر معايا الشاشة دي وبعدين كلمة level 1. طبعا الكاميرا مش جايباها، الكاميرا عايزين نظبط الكاميرا بتاعتي. غيرت كلمة level 1 غيرتها لي كلمة المستوى الأول بالعربي. طب ايه تاني اقدر ان انا اعمله؟ يعتبر شرحنا كده الاكشن كله وشرحنا الساوند لو عايزه اضيف صوت، وبنفس الفكره لو عايزه اضيف فيديو، يا اما ان انا اجيبه ابلود احمله عندي ويكون جاهز عندي في اللايبراري، وبعد كده ابتدي ان انا اضيفه في المكان اللي انا عايزاه يظهر فيه. ده بخصوص الترانسفورم والاكشن. انا هبتدي بقى ان انا اقول سريعا عشان يعني وقت الفيديو بدأ يطول معايا شوية، هبتدي ان انا اشرحهم سريعا وبعد كده ان شاء الله هعمل فيديو ان احنا هنمسك بروجكت معين الفكرة بتاعته حلوة من الجاليري، وابتدي ان انا نشرح الافكار بتاعته الكودينج نفسها ماشية ازاي، لان كل بروجكت هتلاقي الكودينج بتاعته مختلفة تماما عن اي بروجكت تاني، وفي افكار حلوة يعني ممكن احنا تفتح معانا افكار عشان نعمل البروجكت بتاعنا ان شاء الله. طب الاحداث بتاعتنا ايه؟ الايفنت بتاعنا بيقول لي وين يعني الايتم ده او الاوبجكت ده is clicked، لما اضغط عليه ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ شوفي انت بقى انت عايزه ايه اللي يحصل، توديه مشهد تاني، لا تشغلي صوت، لا تظهري نص معين، لا النص يتغير من الكلمه دي للكلمه دي، لا لما اضغط عليها البنت اللي كانت قاعده لا تقف، على حسب بقى انت عايزه تعملي ايه. هو مجرد بس ان انت هتسحبيها، مجرد ان انت هتسحبيها وبعد كده تشوفي انت عايزه وين لما النص ده اضغط عليه كليك، اضغط عليه كليك ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل مثلا ان النص ده يتغير. شفتي انا ممكن ان انا اركب اكتر من بلوك جوه بعض، يعني انا لما النص ده هو مش هيتغير غير لما اضغط عليه. تعالي نعمل بلاي. النص ده ما اتغيرش لوحده،
ده مستني ان انا اضغط عليه كليك عشان يتغير من ليفل 1 للمستوى الاول. هي الموضوع هيبقى سهل وبسيط، بس هو محتاج تجريب ومحتاج ان احنا نفهم الفكرة بتاعت الكود ايه ونبتدي نوظفها في المكان اللي احنا عايزينه. طب when الايتم ده is hovered يعني ايه؟ يعني لما امشي الماوس عليه، امشي الماوس عليه on ايه اللي يحصل؟ واوف لما الماوس يبعد عنه، يعني لما الماوس يقرب منه on ايه اللي يحصل؟ ولما اوف الماوس يعني ايه؟ يعني بعمل هوفر اون وهوفر اوف، يعني لما الماوس يجي عليه ولما الماوس يختفي من عليه ايه اللي يحصل وايه اللي يحصل. احط بقى هنا حدث معين يحصل لي هنا وحدث معين يحصل لي هنا. when up، تعالوا نشوف up دي معناها ايه. up دي معناها ان لما انتي تضغطي باي اتجاه من الاتجاهات الموجودة عندي في الكيبورد، او تضغطي مثلا على باك سبيس او سبيس، تضغطي على اي حرف من الحروف اللي موجودة عندي في الكيبورد، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل لما بريس، لما تضغطي على مثلا اي ممكن في لعبة معينة او في قصة معينة اقول له اضغط على مفتاح مثلا، او اضغط على حرف ايه، اضغط على السبيس. انا اللي بديله مثلا بانل معينة، بديله ارشاد انك انت اضغط على كذا. لما يضغط بقى على المفتاح اللي انت عايزاه، او لما يضغط على الاتجاه اللي انت عايزاه من الاتجاهات بتاعت الكيبورد، ايه اللي يحصل؟ خلينا اه ال 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 الكود ده خاص ب لما ايتم معين او لما اوبجكت معين يقابل اوبجكت تاني، وده بنستخدمه اكتر في الالعاب. لما مثلا لعبة اللي هي بتاعت الحرب دي، لما مثلا المسدس يتجه يقابل الاوبجكت ده، او يقابل الحاجة اللي انا عايزة اقتلها دي، لما الاتنين يصطدموا ببعض ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ او ممكن برضو ان انا اوظفها بفكرة تانية. هي الفكرة بتاعتها ان انت بتختاري عنصر لما بيتقابل او بيصطدم مع عنصر اخر، انتر ايه اللي يحصل، وايه اللي يحصل مع الاكزit، مع الخروج. عندي هنا ريموف ان انا بحذف ايفنت او عنصر معين من على اوبجكت تاني. الحاجات دي نبتدي ان احنا نجربها ونشوف نقدر نوظفها في فكرة عاملة ازاي. ده خاص بالايفنت او بالاحداث، واقدر ان انا ادخل اكتر من بلوك جوه بعضه. طب دي خاصة بالكنترول، خاصة باللوب، يعني forever، يعني على طول، ان هو يتكرر على طول. وليكن مثلا انا البنوته اللي انا كنت بحركها على المسار ده انا مش عايزاها تقف، لا انا عايزاها تفضل على طول forever. في لوب بقى انا بدخلها في تكرار معين تفضل مستمره. ممكن ان انا ادخل اللوب ده والتكرار ده، طبعا انا دخلته هنا. لو مثلا ممكن نسحب، تعالوا ننشط ده وناخده دوبليكيت ونسحبه تحت هنا كده. يبقى انا البنت دي هتفضل فوريفر على طول، على طول مستمرة. انا بقى مش محدده لها الخمس ثواني والحاجات دي، لا مش هتعتبرها، مش هيبص ليها الخمس ثواني. طالما هي جوه تكرار معين هتفضل البنت دي تمشي على طول. لو انا بقى عايزه حدث معين يتكرر معايا على طول اضيف للفوريفر. طب ريبيت، لا انا عايزاه يتكرر مره، لا انا عايزاه يتكرر مرتين، على حسب بقى كم مره انت عايزاه يتكرر. يبقى يا اما عندك ان الحاجه دي تفضل متكرره على طول المشهد هي شغاله، او ان هي تتكرر مثلا مره او اتنين، او انك انت تخرجي من اللوب، يعني بعد مثلا ما كررتي اكتر من مره لا بريك، يعني لا اقف. بعد مثلا ما طبقت اكتر من ايفنت او اكتر من حدث جوه اللوب دي، جوه التكرار ده، بريك بقى، توقف عن اللوب ده، اخرج من اللوب ده. اف طبعا اف بالحاله الاولى بتاعتها، واف بالحاله التانية بتاعتها else. واقدر ان انا كمان ان انا اضيف من اللي هي علامه السيتنج دي، ان انا اقدر اضيف else تاني، يعني لو ما تنفذش الشرط ده اعمل كذا، طب لو ما تنفذش الشرط ده اعمل كذا، ما تنفذش الشرط ده اعمل كذا. هنفهم الحاجات دي قدام شويه ان شاء الله. كمان ممكن ان انا اقول له انتظر لمده مثلا 15 دقيقه وبعد كده اظهر لي البانل دي.
انتظر لمدة مثلا ثانيتين وبعد كده اقف من على الكرسي، وهكذا. اي بقى فكرة انا عايزة ان انا اعملها. طب البارل دي حلوة جدا، نفهم الفكرة بتاعتها. البارل دي بتعمل ايه؟ بيقولي هنا احنا نفهم الفكرة بتاعت الكودينج، ان احنا ماشيين، انا بنفذ السطر التاني الاول، بعد كده بنفذ السطر التالت، وبعد كده بنفذ السطر الرابع والخامس والسادس وهكذا. طب لو انا عايزة اكتر من حاجة تحصل في نفس الوقت، يعني انا عايزة ان انا البنوتة اللي في السطر التاني دي تيجي تتحرك، ومثلا عايزة السطر الرابع او البنوتة اللي هي تعمل نفس الانيميشن في نفس الوقت، يعني ان هي تلوح بايديها وهي ماشية. يعني اعمل اكتر من حاجة ازاي في نفس الوقت؟ قال لي بالبارل دي. بارل يعني ايه؟ يعني ان هي بتشغل اكتر من حاجة في شكل متوازي مع بعض. ازاي؟ تعالوا نفتح مثلا دي ونسحبها. خلينا نسحبها، انا مخدتهاش دوبليكيت. كده كده بنجرب ان هي مثلا هتعمل الانيميشن ده وان هي هتتحرك. هي هتعمل الاتنين في نفس الوقت، ان هي هتتحرك وان هي هتعمل بايديها، ان هي بتبقى بتلوح بايديها. هينفذ الاتنين مع بعض. شفتوا هو بينفذ ده وبينفذ ده. تعالوا نعمل بلاي. طبعا هي دلوقتي ماشيه من غير ما بتعمل بايديها. ليه؟ لان انا اصلا عندي كود فوق انا مفعلاه ان هي تمشي لوحدها، بعد كده تظهر عندي البانل دي، وبعد كده تمشي وهي بتعمل ايديها. يبقى ده الفرق ما بين ان انا ادخل الاكواد كلها بتاعتي جوه بارل معين، ان الاكواد كلها تشتغل جوه البارل ده، ان هي هتعمل اكتر من حاجه. وعادي انت ممكن تضيفي اكتر من تاسك كمان، يعني ممكن نقعد نضيف ان الاكواد كلها بتاعتي لو انا عايزه اكتر من حاجه تشتغل، اكتر من كود يشتغل مع بعضه، اضيفه جوه البارل ده. الكود ده طبعا كان متنفذ عندي، فهي مشيت الاول وبعد كده ظهر عندي البانل دي، وبعد كده ظهر معايا اللي هي الايه البارل دي. يا رب تكون واضحه. نرجع تاني للجو تو سين. لو انا عايزاه يروح لمشهد معين، ريستارت سين يعني يبدا المشهد ده من البدايه، يبدا الاكواد دي من البدايه تاني، او اند كوز بيس ان انا خلاص بعد ما خلصت المشهد بتاعي، او بعد ما خلصت اصلا البروجكت بتاعي، ان هو يعمل لي اند كوز بيس، او ان انا اقدر ان انا اضيف له باتن معين بمجرد ما يضغط عليه يقفل له الايه، يقفل له السبيس ده. الحاجة الخاصة الأوبريت دي العمليات الرياضية خاصة بالماس، يعني لو أنا بعمل مثلا حاجة ليها علاقة بالرياضة أبتدي إن أنا أستخدم العمليات الرياضية دي. عندي في الأيتم ديليت، لو أنا عايزة أحذف حاجة معينة برضو ممكن إن أنا أستخدمها داخل باتن معين، داخل وين مثلا لما يفوز بحاجة امسح لي نقطة، زود لي نقطة. الحاجات دي ممكن برضو ان انا اوظفها فيها. get item 3D ممكن برضو ان انا اوظفها في ايه، اوظفها في ان انا اي حاجة بقى انتي ايه. طب نخلي بالنا ان كل الكود اللي هو بالشكل ده اقدر ان انا اركبه في اي حاجة من دول. تمام. طب اللي هو شكل دايرة، شكل دايرة انا مش هقدر احطه هنا، يعني ايه، مش هيبقى ليه وظيفة قوي هنا. طب اقدر ان انا اوظفه في ايه؟ اوظفه في دي. لا سوري، بنوظفه في اف، يعني بنوظفه في اف في الدايرة دي. الدايرة دي انا ممكن اغيرها من الشكل اللي هي فيها دلوقتي. هنضيفها وننزل مثلا للايتم ده. انا بس هوريكم الفكرة بتاعته، ان انا ممكن اسحب الايتم ده وادخله جوه الاف. اقول لما الايتم اللي هو بتاع النص ده مثلا يساوي بقى او اكبر من او اصغر من، يساوي حاجة معينة، ايتم تاني، زي مثلا هنا زي الفاليو لما فولس، لا لما يساوي مثلا زيرو، او لما يساوي قيمة معينة، والقيمة دي تقدري ان انت تغيريها لما يساوي مثلا 3. يعني اقدر ان انا جوه اف ان انا ادخل الفاليو قيم معينه، اقول لما الامر ده يبقى ترو، لا لما الامر ده يكون فولس ايه اللي يحصل.
طب لما تكون مثلا المتغير ده بيساوي قيمة كذا، لا اقدر ان انا اغير المتغير من القيمة اللي هو فيها لقيمة تانية بخصوص اف وبخصوص الفانكشن الدوال وبخصوص الفاريبل دي. هتبقى ليها كودينج معين، يعني ان شاء الله هشرحها في فيديو تاني علشان هي يعني ايه تقيلة شوية، او الافكار بتاعتها اصلا بتميز البروجكت بتاعي. فاحنا لحد كده احنا وصلنا للفانكشن كده، شرحنا كل الكاتيجوري اللي موجودة فيها البلوكس دي. في عندي في السيتنج تحت بيظهر لي حاجتين، بيظهر لي بيقول لي هنا دي احنا كل ده شغالين على البيجنر كوبلوكس. طب في بلوكس اكتر من كده؟ في بلوكس اكتر من كده من ادفانسد، يعني اقدر ان انا اضغط على الادفانسد كوبلوكس هيظهر لي بلوكس تانية، يعني زود لي مجموعة بلوكس هنا، حاجة خاصة بالفيزيكس وحاجة خاصة بالديباج، وكمان اقدر ان انا اعمل فانكشن خاصة بي انا، فانكشن خاصة بي. يعني لو رجعت كمان create function، يعني ان انا انشئ فانكشن جديدة وبرضه هنتعلمها مع بعض ان شاء الله. لو رجعت بس للترانسفورم هتلاقي ان هو ضاف لي اكواد بقى ادفانسد. يعني ايه؟ يعني ممكن ان انا احرك ايتم معين بالاحداثيات بتاعته، باحداثيات اكس واي زد، مسافة معينة، حاجات بقى بالمسافات الدقيقة قوي. هتلاقي كمان ضاف لي برضو هنا بعض الايه البلوكس الادفانسد اللي انا اقدر ان انا احتاجها. position of، هنا distance between، يعني لو انا مثلا عايزه مسافه ما بين الايتم الاولاني والايتم التاني، الحاجات دي كلها بقى نرجع نشوفها ونجربها. يعني احنا يفضل ان احنا من السيتنج من البدايه ان احنا يبقى عندنا الادفانسد، يبقى عندنا كل الكوبلوكس، ونشوف ايه الكوبلوكس ان احنا نقدر نوظفه داخل البروجكت بتاعي. وعذرا ليكم طولت في الفيديو ده جامد، بس حاولت على قد ما اقدر ان انا اوظف بعض الاكواد، وفي طبعا حاجات اللي احنا لسه ما وظفناهاش هتبقى انتم مطالبين بيها ان انتم تجربوها وتشوفوا الوظيفه بتاعتها ايه، وان شاء الله نقدر نشرح في فيديو تاني الاكواد الخاصه بالاف والفاريبل المتغيرات او الفانكشن، ونقدر نفتح بروجكت جاهز من الموجود عندي في الجاليري ونفهم الكودينج بتاعته ماشيه ازاي علشان تفتح معايا افكار. يا رب يكون الفيديو سهل وبسيط، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.